مرحبا بكم. اليوم عندنا شخشوخة المسيلية من مطبخي باللحم وبالدجاج. نبداو بالشواط. اول حاجة ديري 3 كيلات تاع سميد رطب، كل كيلة 1 كيلو هكذاك قيسها. ديري لهم 3 وزنات تاع ملح. ديري الماء تاعك على هذاك الملح، ذوبيه شوية ومن بعد ابداي دخليه في السميد حتى تولي عندك عجينة طرية. ادلكيها شوية قيس المستطاع وحطيها ترتاح، ومن بعد لوزيها كويرات طبعا باستعمال الزيت. تدهني هذيك السنيوة اللي تحطي عليها بالزيت، وتدهني الكويرات ثاني باش ما يلصقوش، حطيهم ثاني يرتاحوا شوية. رشي الزيت فوق سطح العمل وتجيبي 2 كويرات ابسطيهم شوية بيدك، ومن بعد حطي وحدة فوق وحدة وابداي حليها حتى تولي عندك شواطة كبيرة. دهني هذاك الطاجين نتاعك تاع الحديد بعد ما يكون سخن، رشي عليه شوية زيت، حطي الشواطة تاعك الطيب. كي تشوفي هذاك الوجه نشف قلبيها على الوجه الاخر باش يطيب، ومن بعد نحيها خليها شوية تبرد باه ما تحرقكش، ومن بعد ابداي فتيها. حجم الفتات هاو موضح في الفيديو، ما تعودش صغيرة بزاف وما تعودش كبيرة. احنا في دارنا ما نكثروش الزيت على بها تبان لكم الشواطة مشلفطة شوية، سينو كي تكثروا الزيت يجيكم صفرة عادي. فوتوا للاصوص. انا قسمت 2 كيكوطات، كيكوطة درتها بالدجاج وكيكوطة باللحم الجمل، الحم المخلول كيما احنا نسموه، ولا الحاشي كيما اصحاب الصحراء يقولوا له. في كل كيكوطة ديري بصلة مرحية رقيق، طماطم مسكرفجة، طماطم مصبرة، ملح، فلفل عكري وفلفل احمر حار، وراس الحانوت وكزبر مرحي، وشوية سكر على جال هذيك الطماطم كتعود قارصة. كمية من الزيت وثوم مهرس، شوية كثروا الثوم، وطبعا الدجاج واللحم. قليو الكيكوطات مليح، ومن بعد زيدوا لهم شوية ما تكثروش، خليهم يتقلاو على نار هادية باش ما يشيطوش، واحد نص ساعة هكذاك. ومن بعد الكيكوطة اللي فيها اللحم مرقيها وخليها طيب، واللي فيها دجاج زيدي لها غير شوية ما شغل ما تمرقيهاش، خلي الدجاج يطيب في لاصوص. ومن بعد كي يطيب لك اللحم روحي نحيه وصفي هذيك المرقة تاعو، ومرقي الكيكوطة اللي فيها دجاج بهذيك المرقة تاع اللحم المصفية، لازم تنحي لها العظام كامل. ومن بعد لوحي قرون تاع فلفل خضر حار، ولوحي كزبر مقطع، غليها شوية قسمة تخثر شوية برك شعرة، وطفي عنها حتى تعودوا راح تاكلوا باش تشمخوا الشواط هذاك. نحي شوية تاع مرقة قسمة رايحين تاكلوا في جهة في كسرونة والله، وخليوها حتى تسخن مليح تعود تغلي، وانتم تلحوا فيها هذيك الساعة الفتات. حركوه تحركة خفيفة قيس ما يتخلط كامل بالمرقة، وخلوه قيس 10 دقائق هكذاك قيس ما يشرب المرقة برك، ما تكثرولوش التحريك باه ما يعجنش وما يلصقش في بعضها. ومن بعد فرغوه في القصعة تاعكم تاع الطين ولا طبسي ولا كيما حبيتوا تقدموها، هي من المستحسن قصعة الطين. زينوها من الفوق بفلفل حار مقطع، بكزبر مقطع، كيما حبيتوا. تجيبنينا بزاف بزاف، ننصحكم تجربوها، مكاش واحد ياكل شخشوخة المسيلية وما تعجبوش. وإلى الملتقى في وصفة جديدة بإذن الله.